ايه هو الاونلاين كوتشنج وايه الاكسبيرينس معاه مختلفه بفضل الله ثم شهاده الكلاينتس بتوعي باختصار عشان الكاستمر سيرفيس. مش هقول لك بقى بروجرام فيه ده بلان ورك او بلان وفولو اب والكلام اللي انا وانت عارفينه، لا، في بروسيس كامله بسيستم واضح وقوي يضمن لك باذن الله انك توصل للنتائج اللي انت عايزها لو التزمت. البروسيس بتبتدي من اول الانيشال كول، المكالمه اللي بنتعرف فيها على بعض، بعرف منها الديتيلز بتاعت حياتك، الهيستوري بتاعك مع التمرين، الهيستوري بتاعك مع الاكل، الاوبجكتيفز بتاعتك، الكرنت سيتويشن بتاعتك ايه، البادجت بتاعك، شويه تفاصيل كده بتفرق معايا جدا وانا بعمل لك البروجرام عشان يبقى فعلا كاستمايز ويفت اللايف ستايل بتاعك، مرورا بان انا ببعت لك بروجرام سواء كان دايت بلان او ورك اوت بلان او حتى الاسترتشات، وصولا لمرحله التنفيذ اللي بعدها بشوف فيه التشيكنز بتاعتك. وما تنساش انا بفكرك تاني لو انت مش فاكر ان انا اللي باشرف على تدريبك بنفسي، مفيش تيم كبير من الاطباء انصاء، مفيش الكلام ده، انا اللي باشرف على تدريبك بنفسي. فده يديك الاريحيه شويه انك تتكلم لو في حاجه عايز تقولها، مع الاخذ في الاعتبار بقى انك ممكن تصور لنفسك وانت بتتمرن. فده هيديك الايدج بتاع ان انت لو عندك تمرين مش متاكد من التكنيك بتاعه او الفورم بتاعه مش ادق حاجه، هقول لك كده اتمرنه عشان نقلل الاصابات، والاهم نوصل للجول بتاعنا اسرع. بعد ما نمشي على البروجرام اسبوع ولا اسبوعين حسب النتائج بتاعتك، ببتدي اغير لك البروجرام علشان نعمل نتائج افضل على البروجرام الجديد. كل ما توصل نتائج حلوه كل ما هنغير البروجرام عشان نعلى من ليفل تاني. كل التفاصيل دي وتفاصيل اكتر بكتير هتخلي الاوفر اكسبيرينس في حته تانيه بفضل الله ثم شهاده الفانس بتوعي. ولو عايز تاخد الخطوه وتبتدي زي كل الابطال دي، ابعت لي دلوقتي على الدي ام هاشتاج اونلاين كوتشنج وخلينا نعمل فعلا حاجه قويه مع بعض. وما تنساش انك لو لسه ما اتمرنتش فانت فايتك كتير قوي قوي.